السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عبودية الوظيفة، في ناس كتيرة قوي بتزعل من الموضوع ده، بالذات الموظفين. خليني اعرفك الفرق ما بينهم وايه اللي ينفع معاك وايه اللي ما ينفعش. خلينا نبدأ. خلينا اقولك في البداية ان الوظيفة مش لكل الناس، والمشروع برضو مش لكل الناس. ليه بقى؟ لان الوظيفة دي في ناس متعرفش تعيش طول عمرها تحت الوظيفة. يعني في ناس تقولك انا لا، انا معرفش اقعد طول عمري شغال عند الناس بقبض 12 مرة بس في السنة، انا لازم ابقى صاحب مشروع. وفي ناس ما تقدرش يا جدعان، في ناس ما تقدرش تاخد الريسك، في ناس ما تقدرش تفتح مشروع، ما يعرفش يدير مشروع. في ناس ما تعرفش تاخد الريسك او تدفع فلوس او تخسر او كده، في ناس ما تستحملش الخسارة. في ناس شايفة ان الوظيفة امان، فكل واحد وليه الحتة بتاعته. كلنا في البداية لازم نعدي على الوظيفة، لكن في ناس بتختار ان هم يكملوا لحد اخر العمر، لحد مثلا 60 ويكملوا على المعاش. وفي ناس لا، بتقولك لا، انا معرفش اكمل طول العمر في الوظيفة لانها مش امان وهفتح مشروعي الخاص. الناس اللي شايفة ان الوظيفة امان، كل واحد له وجهة نظر. هم شايفين كده ان الوظيفة تفضل شغال مثلا من 9 ل5 كل يوم لحد سن 60، وبعد كده تطلع على المعاش عادي، مفيش مشاكل. وفي ناس تانية شايفة ان المشروع الخاص هو الانسب وهو الامان لاي حد. انا مش بقولك ان الوظيفة وحشة، بس كل واحد وليه منظور مختلف. في واحد فاتح مشروعه الخاص بيطلع في الشهر 6000 جنيه او 7000 جنيه. في واحد شغال في شركة بياخد في الشهر 50 ألف جنيه عادي. مين هنا اللي بياخد فلوس اكتر؟ اكيد اللي شغال في شركة. بس اللي فاتح مشروعه الخاص هيجي في يوم من الأيام مشروعه ينزل شارع الحظ ويعمل له أرباح في الشهر، أرباح ضخمة. فكل واحد وليه المنظور بتاعه المختلف. الناس بقى اللي هم في الوظيفة بس شايفين ان المشروع الخاص هي الأنسب وعايزين يطلعوا برا الدايرة دي، فانت لازم تغير من نفسك. ما ينفعش تسيب الوظيفة مرة واحدة، لازم تعمل خطة لنفسك وتشوف انت هتبدأ منين وهتنتهي فين. يعني لازم تكتب انت هتبدأ مشروعك في إيه اللي بتفهم فيه، معاك رأس مال كام، هتعرف يعني هتعرف تدير ولا مش هتعرف، هتجيب ناس تشتغل ولا لا. لازم تعمل خطة لكل حاجة قبل ما تسيب شغلك. حتى الناس اللي شايفة ان الوظيفة امان، لازم ما تفضلش طول عمرك في السايكل دي. لازم تعرف ان في يوم من الايام ممكن الشركة اللي انت شغال فيها او المحل اللي انت شغال فيه مرة واحدة يقولك مع السلامة. فما ينفعش تكون يعني ليك مصدر دخل واحد، لازم تكون عامل اي مشروع على جنب. انت كده كده بتشتغل، فانت بتروح تشتغل وتبني واحد تاني. اشتغل لنفسك وابني نفسك افضل. انت بتقبض في السنة كلها 12 مرة بس، كل شهر بتقبضه بتستنى الشهر اللي بعده، بتكمل الشهر بالعافية لحد ما القبض ينزل. دي مش عيشة، عمرها ما كانت عيشة. لا هتعرف ترفه على حالك، ولا هتعرف تخرج، ولا هتعرف تسافر، ولا هتعرف تعمل اي حاجة نفسك فيها. لا هتعرف حتى تحج، ولا هتعرف حتى تساعد الفقراء. ده غير وقتك اللي بيضيع، انت بتشتغل من 9 ل5، غير بقى المواصلات والخ الخ. وبتفضل طول الوقت تسعى انك تترقى في الشركة. ما تعرفش ان هما ممكن يقولولك مع السلامة في اي وقت، لان انت مهما كنت مين هناك انت مجرد رقم في قائمة موظفين. الامان الحقيقي انك يكون ليك مصدر دخل خاص بيك انت، بعيد عن شغلك الاساسي. اول حاجة لازم تغيرها في نفسك هي طريقة تفكيرك، لان هي السبب اللي انت هتكون عليه كمان 5 سنين. ما تضيعش عمرك في الفاضي.
ابدأ، خد الريسك وابدأ في الحاجة اللي عايز تبدأ فيها. لو انت راضي عن حياتك دلوقتي مفيش اي مشكلة، لكن لو انت مش راضي يبقى لازم تقف وقفة مع نفسك. لازم تقف وقفة مع نفسك عشان تبقى افضل نسخة من نفسك. وبكده الفيديو يكون خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.